السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيركم الزمالك، ابكي يا أهلي على حالك. شكرا لجريدة الرياضية السعودية اللي كتبت عنوانها والمانشيت بتاعها على صفحتها الرئيسية. العنوان الجامد ده: مليون مبروك يا زملكاوية، فوز نادي الزمالك بالسوبر الأفريقي الخامس. بطولة تسمى بطولة قرن، ما بتتلعبش غير كل 20-30 سنة لو قابلنا بعض تاني. الزمالك رصيده فيها 2 والاهلي فيها 0 من ناحيه المواجهات المباشره بين الزمالك والاهلي. مليون مبروك وقوه الزملكاوي، واخبار جديده واخبار سعيده ان شاء الله. لكن اللايكات مهمه يا زملكاويه، ما تنسوش اللايكات. اللي فرحان بفوز الزمالك يدوس لايك، وهنفضل نحتفل كتير جدا 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 جدا. اهلا بكم مع اسلام ابو مازن، اهلا بكل جمهورنا العزيز. يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. النهارده كالمعتاد هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم يا زملكاويه مهمه جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم فضلا وليس امرا. ندوس لايك. قلنا باذن الله هنكسب، وان شاء الله هنكسب، وان شاء الله السوبر زملكاوي. وقد كان بدعوات الملايين من كل الزملكاويه، بدعوات المحبين لنادي الزمالك. لكن اصحى للكلام. بلال على رأي شيكابالا وعلى رأي الزملكاوية كان سبب رئيسي في فوز الزمالك بالسوبر. هو اللي صحى الغل فيهم، الحماس، النخوة. قول زي ما انت عايز تقول، قول. الغرور وحش، اخرته وحشة. يا راجل ده بيحتفلوا وبيعملوا كده وبيعملوا كده امام عاشور واسامه ابو علي قبل المباراة. يا راجل ده لما بيشوطوا ضربة الجزاء ويجي لك واحد زي رامي ربيعة يعمل لك انه بينام، ويجي لك واحد زي التاني عمر كمال يعمل لك كده. عيب عليكم. ده الزمالك. الزمالك ياض انت وهو يالا. الزمالك ياد كبير عليكم يالا. عيب. عيب. الاحترام حلو. ما انت عملت كده، خليت ناصر منسي عمل لك كده عريس المباراة اللي كان ضايع حقه، اللي كان كتير جدا بيتريقوا عليه. مش هننسى دموع شيكابالا من الفرحة ورسالته، يا رب تكون وصلت. وابو عمة ولا ابو كرش اللي كان قاعد في المدرجات يتنطط ويقوم ويقعد وينام ويعمل. كفايه بقى. اعقل. انت بتلاعب الزمالك، انت بتواجه الزمالك. محدش قد جمهور الزمالك. بالادب وبالاحترام تبقى فوق الراس، بغير الادب انت ما تبقاش غير تحت. مليون مبروك مليون مبروك مليون مبروك. بص بقى، مبدئيا كده عايز اقول لك بس كلمتين مهمين. ان امام عاشور يغلط في اهل نبيل عماد دونجا ويشتموا بلفظ خارج ممنوع. لعيبه الزمالك ما تشتمش. اذا كان حد عندك مش هيعلمك ان انت تتكلم كويس مع الناس وتتعامل كويس، لا بلاش، عشان ما تطلعش مسرح. وانا من النوع اللي ما بحبش اتريق على حد ولا اغلط في حد. كمان ميدو احمد حسام ميدو بيعتذر لمحمد عواد وبيقول له انا اسف. ليه؟ عشان خاطر اكتر حد هاجم عواد هو ميدو، وقال لك لازم يرحل، لازم يمشي، اداؤه كارثي. لكن ما يعرفش ان عواد حارس كبير. ما يعرفش ان كان مستوى عواد اللي نازل الفتره اللي فاتت ده قبل التجديد كان سببه عدم التجديد. عواد انا بحبه وياما قلت عليه موهوب، واتكلمت وقلت في الحلقه اللي فاتت نفسي ينزل يلعب ضربات جزاء، يصد ضربات الجزاء لو مش هيشارك، قبل ما نعرف ان صبحي ممكن يتصاب او يتصاب. عواد زي ما قلنا كان في الموعد وفي الميعاد. جود بلاي عواد. وصفقه بن طيب العالميه، اللاعب ده لازم تفعله بقى بند الشراء بسرعه. الجواب بيبان من عنوانه. باك شمال عصري، باك شمال رهيب، والله ما كلام، مش بشكر فيه كده وخلاص. ومليون مبروك لكل اللعيبه ونصر منسي وزيزو، كله بنبارك تاني وتالت ومش هزهق. مش هزهق. والاخبار السعيده ان شاء الله تتوالى. لكن الزمالك الاول طبعا هياخد 2 مليون دولار، مليون ونص من السعوديه من موسم الرياض، ونص مليون دولار بسبب الفوز هياخده من الاتحاد الافريقي. ان شاء الله ازمات الزمالك تتحل ان شاء الله، الخير كله جاي. عايز اقول لك ان اولى صفقات نادي الزمالك بعد الفوز بالسوبر الافريقي هو احمد رمضان بيكهام. قلنا من فتره ان الانديه اللي ما رضيتش تديك صفقاتها عشان خاطر السوبر الافريقي ما يشاركوش فيه هيبداوا يدوا لك صفقات. قلت الكلمه دي من حوالي شهر، وقد كان. اول الانديه احمد رمضان بيكهام من نادي السيراميكا.
خلاص احمد رمضان بيكهام خلاص خلال يوم يومين ثلاثه هنسمع التعاقد بتاعه، مش هنكمل 3 ايام، خلاص ممكن بكره او بعده خلاص. احمد رمضان بيكهام لاعب دولي اضافه لدفاع الزمالك، وهو اللاعب صراحه اشترى الزمالك. اللاعب عمل المستحيل عشان يجي، مش كلام بنقوله. فاللي شاري الزمالك ماشي، كان بيلعب في الاهلي ماشي مفيش مشاكل، لكنه شاري نادي الزمالك. صفقه هتبقى كويسه جدا في خط دفاع نادي الزمالك، عنده اكتر من حل، يلعب باك يمين، يلعب مساك، ماشي. ما دام انت شاري الزمالك احنا كمان هنبقى شاريينك يا بيكهام واولى صفقات نادي الزمالك. واذا ما زلت بقول اذا سامسون ايتينولا تم فسخ التعاقد مع نادي الزمالك هيتعاقد مع لاعب اجنبي كمان فوق السن ان شاء الله، يعني ان شاء الله كل الخير قادم. كمان عايزين نشكر حد مهم جدا، الرئيس نادي احد السعودي اللي هو جاب لنا ميشيلاك اللي ساهم في الراتب بتاعه. الراجل راح اتصور مع الكاس ومع لعيبه الزمالك ومع ميشيلاك، بجد مليون شكر ليك يا زملكاوي اصيل، احباب الزمالك كتير وفي كل مكان. انما بخصوص ميشيلاك، كونراد ميشيلاك نزل ما اخدش كتير في المهارات، مش قد كده على قد ما هو سريع، بيفيدك في الاماكن المفتوحه اكتر من الاماكن المقفوله. ولا اهلي كان ضاغط خالص وقافل، فنادي الزمالك خلاص لعب على فريق بيدافع خالص. ميشيلاك ان شاء الله نشوف مستوياته قادمه، وانا واثق تماما انه ان شاء الله يكون اضافه لنادي الزمالك. وعمر فرج طبعا لمسته جميله ومنظره حلو جدا، ان شاء الله الصفقات تفيد نادي الزمالك. سيدون داي هو كمان هتشوفوه الفتره الجايه ان شاء الله. وشكرا لجوميز برغم تحفظنا على بعض الحاجات، لكن بيعرف يجيب بطولات وفي نفس الوقت يعني بيعرف يلعب الاهلي كويس جدا جدا. ان شاء الله منتظرينك في السوبر المصري يا جوميز. طيب اللي حصل باحتفالات نادي الزمالك بعد الفوز ده حقهم، عشان الكلام اللي اتقال عليهم كتير والكلام اللي رايح واللي جاي والمنتهى الغرور اللي حصل. لكن انا كل اللي بطلبه ان بعد ما نحتفل اسبوع اسبوعين نبدا بقى نقفل ونركز في السوبر المصري. ان شاء الله يكون موسم خير لنادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك والجمهور نادي الزمالك اللي حقه يفرح، اللي اتظلم كتير. ضربه جزاء كلنا شفناها، كل الناس اجمعت انها ضربه جزاء بتاعت نبيل عماد دونجا. حتى الضربه بتاعت حمزه المسلوسي اللي احتسبت علينا ما تمشيش ضربه جزاء. الكره اتشاطت وخلصت والالتحام ما كانش جامد، الكره اتلعبت اصلا. انت حسبتها بناء على ايه؟ عارفين انت حسبتها بناء على ايه يا معتز يا ابراهيم، فاهمين وعارفين وقاريين ودارسين. بس الظلم مسيره ينزل الارض ويقع ويبان ومالوش مكسب. الحمد لله والشكر لله، كسبنا الغرور، كسبنا بعض الاعلاميين اللي بينتقدوا نادي الزمالك وبيهدوا في نادي الزمالك، وبعض المحللين، وكل حد كان متفق على نادي الزمالك. شكرا مجلس اداره نادي الزمالك، شكرا على شغلكم ومنتظرين منكم المزيد. وبنبارك كمان لكره اليد انهم كسبوا امبارح في كاس العالم للانديه في كره اليد، منتظرين انتم كمان تفرحونا زي ما كره القدم فرحتنا. ويا رب خير لنادي الزمالك، وشكرا لكل حد زملكاوي دعم الزمالك، سواء من جمهور بيشجع بيتفرج على قنوات بيعمل كل حاجه بيروح المدرجات، وشكرا للعيبه، شكرا للعمال اللي داخل نادي الزمالك، وشكرا للموظفين، شكرا لكل حد زملكاوي. افرحوا، مليون مبروك، الفرحه مش سيعاني. اوعى تكونوا نمتوا، اوعى تكونوا نمتوا. اوه زملكاوي، اوه زملكاوي، اوه زملكاوي. ان شاء الله كل الخير لنادي الزمالك الفتره اللي جايه باذن الله تعالى. باذن الله كلنا هنبقى على قلب رجل واحد طول العمر، وده سبب سر فوز نادي الزمالك. العالم كله شاف فوزك على النادي الاهلي، وان انت الاحق بنسبه استحواذ ولعب واداء وكمان اهداف. كانوا عاوزين يكسبوك بضربه جزاء زور، لكن الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كبير، ما رضش ان كل الجمهور ده ينام زعلان، عشان الظلم كان وحش جدا على جمهور الزمالك. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. ان شاء الله نتكلم في اخبار ثانيه جديده باذن الله نحن ربنا سبحانه وتعالى. عشان الزمالك حب في قلبنا، هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله.
وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قادم افضل. عاش الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا احسن واعظم واوفى جمهور في الكون، جمهور نادي الزمالك العظيم.